اهلا وسهلا بيكم واهلا بكل اللي بيتابعوني. النهارده ان شاء الله هتكلم معاكم عن شعور مهم جدا، هو شعور الفقر. ليه احنا بنحس بالفقر؟ ساعات اوقات بيكون عندنا فلوس كتير، وبالرغم من ان عندنا الفلوس بيكون جوانا شعور ان احنا مفتقدين لشيء او محتاجين شيء. اذا شعور الفقر ملوش اي دخل بانك عندك فلوس او ما عندكش فلوس، هو شعور داخلي بالاحتياج. ممكن يكون الاحتياج ده للمال، ممكن يكون الاحتياج ده للصحة، ممكن يكون الاحتياج ده ان ولادك يكونوا في احسن حال، ممكن يكون الاحتياج ده ان انت بتتمنى ان يكون شريك حياتك بشكل معين او يعاملك بطريقة معينة، فبالتالي لما بتبص ليه بتحس بالاحتياج. المهم اللي عايزة اقوله لك ان شعور الفقر ده انت لازم تغيره، وعشان تغيره لازم تفهم منين بيجيلك شعور الفقر ده وتفهم ازاي تتعامل معاه. في شخص مشهور اسمه بوب براكتور عامل نظرية اسمها ستيكمان. النظرية دي بتقول ايه؟ بتقول علشان تعرف انت ليه بتمر بالفقر لازم تبص للنتائج اللي قدامك في الحياة، لازم تبص للواقع بتاعك. فلو كانت النتائج بتاعت الفقر ظاهرة قدامك زي ما عندكش فلوس، ما عندكش بيت، ما عندكش وظيفة، ما عندكش اللي انت بتتمناه ايا كان، لازم ترجع فوق، ترجع للعقل، ترجع للعقل عشان تبدأ تغير الأفكار والمعتقدات اللي جواك، وبالتالي تقدر تحصل على نتيجة أفضل وأحسن. زي ما احنا عارفين ان عقل الإنسان بينقسم للعقل الواعي والعقل اللاواعي، والعقل اللاواعي هو المخزن بتاع أسرار البني آدم، بتاع الحاجات اللي انت مش ملاحظها، وهو اللي بيدي كل التعليمات للجسم. فلما بتوصل للعقل الواعي ان انت محتاج ده، اللي بيحصل انه بيبعت الرسائل والافكار دي للعقل اللاواعي. العقل اللاواعي ما عندوش تمييز بين كنت انت بتقول ده بصحيح ولا كنت انت بتقول ده بغير صحيح، هو بيصدق اللي انت بتشوفه. فلما بيصدق ان انت محتاج، فاللي بيحصل ايه؟ انه بيزودك احتياج، يعني بيساعدك ان انت تكون اكتر احتياج، فبيقدم لك كل الظروف وكل الافكار وكل المعتقدات اللي بيديها اشارات للجسم عشان يدعم ويأكد احتياجك. فاللي يحصل ايه؟ اللي يحصل ان انت تبدأ لما تحس بالفقر، الافكار في اللاواعي تدي للجسم ان انت بتشعر بفقر، فبالتالي الجسم يبدأ يشغل كل الحواس انه يجذب ليه كل شيء فيه فقر. هي دي المعادلة اللي بتخليك دايما في فقر. طيب ازاي الحواس بتاعتي بتشتغل عشان تجذب لي الفقر وتخليني اكتر فقر وتخليني نازل في الدايرة الظلامية دي؟ اللي بيحصل ان العين تبدأ تبص، الودن تبدأ تسمع، تبدأ تشم او تتذوق او تلمس كل الاشياء اللي بتشجع عندك الشعور بالفقر. فبالتالي اللي بيحصل ان انت بتكون في دايرة سلبية كبيرة جدا جدا جدا، والدايرة السلبية دي بتنتقل للجسم، ومن الجسم بتنتقل للحياة الواقعية اللي انت عايش فيها. فتبدأ الحياة تديك رسائل تقولك ايه؟ في فقر، في فقر، في فقر. فانت بدل ما انك تحل المشكلة دي فتبدأ تحارب وتبدأ تعتقد ان انت عايش في فقر ومفيش طريق للتغيير. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه بيديك الرسائل بتاعت الفقر دي عشان تغير التردد بتاعك. يعني بدل ما تكون على تردد ان انت في احتياج، تبدأ تعمل التغيير والشفت، ان انت بدل ما تفكر ان انت محتاج، تدور على ازاي تغير الاحتياج ده لعطاء. لانك بمجرد ما بدأت تدي هيبدأ يتغير عندك التردد من سلبي لإيجابي، لان العطاء رمز للوفرة. فتبدأ تتصدق او تبدأ تعمل الحاجات اللي عندك اللي ربنا مديها لك. ممكن يكون ربنا مديك علم، ممكن ربنا مديك طريقة كلام معينة، ممكن ربنا يكون مديك حاجة معينة عايزك تطلعها، لازم تطلعها عشان تقدر تكسر دايرة الفقر دي. عشان كده مهم جدا لازم تبحث جواك كويس جدا على الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها لك.
فاللي هيحصل كالتالي ان انت بس بمجرد ما تفهم الرسالة بتاعة الفقر وشعور الفقر ده، لازم تبدأ تعمل العكس تماما، تبدأ تدي 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 تدي. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ايه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني اهم حاجة ان انت تدي، والانفاق مش معناه انفاق مادي بس، ولكن ممكن انفاق في العلم، ممكن انفاق في الصحة، ممكن انفاق في مساعدة الناس. المهم ان انت تعرف الكنز اللي جواك ايه عشان تقدر تطلعه وتغير الواقع بتاعك. هنا انت لما تفهم هتبدأ تعمل ايه؟ هتبدأ تزرع افكار واعية جديدة في حياتك، هتبدأ تستخدم الحواس الخمسة بتاعتك تاني. والحواس الخمسة هيكون فيها الشكر والامتنان للي عندك، والشكر والامتنان للنعم اللي ربنا مديها لك. وهنا هيحصل الشفت وهيروح للعقل اللاواعي، عشان يبدأ العقل اللاواعي فهم ان انت بتتغير، ان عقلك وافكارك وحواسك بتتغير، فبالتالي يبدأ يدي للجسم اشارات. وبالتالي الجسم لما يبدأ يستوعب ده فهيكون في ستيت، او هيبقى في تردد ايجابي، تردد كله شكر وعطاء وامتنان. وبالتالي اللي هيحصل انك هتغير واقعك وهتجذب ليك اللي على نفس ترددك اللي هو التردد الايجابي. فمهم جدا يا جماعة ان احنا نفهم في اي وقت حسيت بيه بالفقر لشيء ما او الاحتياج لشيء ما، لازم تغير طريقة نظرتك للاشياء، لازم تغير طريقة استخدام حواسك في الاشياء. الكلام الوحش لا، النظر للاشياء اللي بتشعرك بالنقص لا، اتباع نشرات الاخبار اللي بتقول ان في كوارث وفي ازمات وكلام زي كده وتحرك الفقر جوه الانسان برضو كذلك لا. لغاية لما تبدأ تعمل التغيير ده، تبدأ تعمل التغيير من انك في حالة الفقر لحالة الاكتفاء والامتلاء والامتنان للنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لك. اذا عشان تتحول من دايرة الفقر لدايرة الثراء لازم عليك انك تدفع، لازم تدفع لازم تدفع، لازم تزق الطاقة السلبية دي عنك لطاقة أخرى إيجابية. والدفع هنا زي ما قلت لكم اللي هو العطاء، مش معناه إنك تعطي ماديا بس لأن أنت اوريدي ما عندكش فلوس، ولكن لازم تدور جوه جسمك إيه الحاجات اللي ربنا مديها لك تقدر تساعد بيها نفسك عشان تتحول طاقتك من الطاقة السلبية للطاقة الإيجابية. ووقتها يبدأ العقل الواعي يلاحظ وينتبه ويشم ويحس ويتذوق، ويبدأ ينقل رسائل بالأفكار للعقل اللاواعي. والعقل اللاواعي يفهم ان انت بتتغير، ويفهم ان انت مصر ان انت تنتقل من حالة لحالة، فيبدأ يدي اشاراته للجسم، والجسم يبدأ يطلع لك المخزون بتاعه. لان احنا الجسم زي الارض بالظبط، بيستنى الافكار اللي هي زي المية تسقي الجسد عشان الجسد يبدأ يجذب لنفسه ايه الحاجات الكويسة بره. ممكن تقدر تستخدم الخيال، تتخيل الشيء قبل ما يحصل. يعني تتخيل ان انت طلعت درجة واحدة بس من الاستيت اللي انت فيها، من السلمة اللي انت فيها. يعني لما تيجي تفكر كمان ما تفكرش للاكستريم. يعني لو انت مثلا فقير قول ازاي اقدر اجيب اول 5000 جنيه، ازاي اقدر اجيب اول 10000 جنيه. لازم تبدأ تشتغل على نفسك كمان بالاسئلة، لان الاسئله كمان هتحولك من الطاقه السلبيه للطاقه الايجابيه. وتبدا انت تسال ازاي اقدر يكون عندي دخل مادي كبير، او ازاي اقدر ان انا تكون عندي صحه كويسه، او ازاي علاقتي الزوجيه تنجح، او ازاي. المهم ان اي ستيت انت فيها حاسس بفقر لازم تحول ادراكك وتحول كل شعورك للعكس تماما. ده اللي انت لازم تعمله، غير كده هتفضل على طول في الحالة اللي انت فيها، وهتشتكي وهيجيلك شكوى زيادة وهيجيلك عذاب زيادة. وطول ما انت قاعد هتفضل في السيركل دي، والسيركل دي مش هتخلص الا في اللحظة اللي انت تقرر ان انت تكسرها وتفكر بطريقة مختلفة. انا كوتش دينا اللوزي، وبتمنى لكم كل السعادة وكل الغنى وكل الصحة وكل الحاجات اللي انتوا بتتمنوها تتحقق بإذن الله. شكرا لكم، باي باي.